حتى اللي ما يحبش المغرب واليوم عايش في امريكا ولا في اسبانيا ولا في المانيا عربي المغرب مش عطاتنا المغرب رفعت لنا رؤوسنا حتى ما نحبوهاش رغم عنا ولينا نحبوها. علاش ما نحبوهاش؟ شو حضرتك؟ الراجل مش نحكي عليه انا، الشعوب العربيه الكل فرحه. مشاكل معناها فما طبعا فما بلدان ما فرحتش المغرب، فما بلدان عربيه قيادات رسميه مش شعوب. قيادات رسميه شعوب. علاش قلت حتى لو كان هكا عندك حاجه مع المغرب عندك كذا ما تنجمش ما تحبش المغرب، لان فعلا اليوم اللي عملته المغرب راهو للعرب بصفه عامه اللي عملته في العالم الكل احنا منبهرين. احنا اليوم يا رفيق راهو مش عادي اللي تعمل فيه المغرب، راهو مش عادي. المغرب رابع عالميا فتح افيك ان باركور دو شامبيون. كندا، كرواتيا، بلجيكا، اسبانيا، البرتغال، فهمتي؟ جينا للنصف النهائي بالطبيعه الحلم اصبح حقيقه لانه جول لانه تكاد 8 وانت تعرف ملاك ولهنا بالطبيعه نتكلم تحت رقابتك. البوليزاريو شارك في تيكاد 6 وتيكاد 7 والمغرب حضرت. البوليزاريو شارك في كل شيء. والدعوة تأتي من اليابان راهو مش منا احنا. تونس مانا كان مكان الفرح. ماناش احنا نوجهوا الاستدعاءات مشات من اليابان، الاستدعاءات من الاتحاد الافريقي واضحه العمليه لانه التقارب بين تونس والجزائر تقارب يقلق كبير ياسر. الجزائريه اخواننا وقرابلنا ووقفوا معانا. المغرب كونكورون نتاعنا اخواتنا، ولكن على المستوى الاقتصادي هما منافسين نتاعنا، ما نقولش خصوم، منافسين نتاعنا على الفوسفات. وتعرف وقت اللي طحنا احنا خذاو هما لي مارشي على السياحه على غيرها. المغرب مع الاسف اليوم وكانت تلوج في تونس، لو جينا في حاجه باش تحب تشعل النار. نظن انه الموقف نتاع الخارجيه التونسيه موقف راسين، موقف مقنع جدا بالاثباتات. يا ولدي هكا قعدت معاهم في البلايص الكل، كان جيت في تونس ماكش باش تقعد معاهم. وبالتالي الحمد لله وانه معناها ردة فعل التوانسه كانت ردة فعل راقيه، كان فيها برشا ضبط نفس، برشا راقيه جدا. لانه الكومينيكي نتاع راهو الخارجيه المغربيه راهو خايب ياسر. راهو معناها كتبوا شحبوا غلطوا حطوا معلومات غلطه ثم يقولوا الحمد لله العلاقه بين الشعوب او العلاقه بين الشعوب ما تتمثل اما السياسيين. ودايوغ من بين ردود الفعل بالحق في الجانب التونسي مش على خاطر ندافع على تونس، لكن على اللي ريتو ايضا انه ضبط نفس كبير من قبل التوانسه بصفه عامه على مختلف انتماءاتهم كانت سريعه